انت من الستات اللي بتحب تغطي العفش بكسوة ولا لا؟ في نوعين من الستات في اهتمامهم في تفاصيل البيت. في ستات بتحب تحافظ على العفش فبتعمل له كسوة، وفي ستات ما بتحبش. نيجي للستات اللي بتحب الاول. العيال دايما بتبهدل الدنيا، وانتوا عارفين العيال ما بتسيبش حاجه في مكانها. لما الانتريه والسفره والصالون يتبهدلوا، الكسوه بقى اسهل في ايه؟ انها بتتشال تتغسل وتتفرش تاني. كده وفرت ان العفش يبوظ ويعوز يتنجد كل شويه. لا، ده انا اجيب كسوه وافرشها حتى لو دابت واترمت واتغيرت، التكلفه اقل من اني اشتري جديد. نيجي بقى للنوع التاني من الستات اللي ما بتحبش الكسوه ولا بتحب تداري العفش، وبتقول عادي يتبهدل يترمي ويجي غيره او يتنجد. دي وجهة نظرهم، لان كل واحد على حسب ظروفه. بس نصيحتي اللي عايزه اقولها لك، في الاسعار اللي احنا فيها دي الحاجه هتتكلف كتير قوي. يعني تعالي اقول لك، ننزل نمنجد ونجيب عمال تشيل وتنزل، والمنجد اتاخر وعمل الحاجه مش زي ما احنا عاوزين، ونرجع نجيب ناس تطلع. طب وعلى ايه؟ ما احنا نداري الحاجه ونعمل لها كسوه ونحافظ عليها احسن. في مثل زمان اهالينا قالوه: الوقايه خير من العلاج. نحافظ على حاجتنا اطول وقت ممكن، ولا نورط نفسنا في جمعيات علشان خاطر نغيرها؟ في ناس كتير هتكتب لي في التعليقات انها عايزه تستمتع بالحاجه. انزلي بقى يا حبيبتي اكتبي لي تحت في التعليقات واستمتعي.